اخوان، الفيديو هذا مختلف على الفيديوهات اللي كتشوفوا. الفيديو الاخوان درتو اقسم بالله العظيم، يعني عندك يومين هادي، يعني قبل من يومين، ولكن يومين هادي اللي تاثرت بزاف وحسيت بواحد الضغط نفسي بزاف من بعد ما تبارطاجيو معايا بزاف ديال الحالات. اقسم بالله العظيم الاخوان، يعني الشهيه تسدات، النعاس ما بقيتش كنشبعو، وليت يعني فين ما جيت ناكل كتبان قدامي شي حاله. ولكن دابا ما كاملاش حتى 10 دقائق صيفطات لي واحد السيده واحد الحاله ديال واحد الاخ. اقسم بالله العظيم الاخوان، راه عرفتي اللي شاف ديك الحاله راه ما كنظنش انه يعني غادي كما كنقولوا غيشوفها وغتجيه عاديه، الا كان قلبه ميت ولا لما كانت فيه الانسانيه. هاد الشاب الاخوان راه غدا ان شاء الله الا كتب غادي نبارطاجي معكم الحاله ديالو، يعني على ما عاودوا لي عني بعض المعلومات اللي بسيطه انه كان خدام شي كاريان وطاح. ولكن دابا ملي هضرت معاهم تواصلوا معايا وقلت مع فاك ديروا لي غير شي فيديو قصير غير يشوف داك السيد، يعني غنقرب للحاله ديالو كيف ما كندير مع بزاف ديال الناس اللي كنبغي نمشي عندهم. حيت شحال من واحد كيهضر لك على شي حاله، فاش كتمشي كتلقى لنا ديك الحاله يعني كما كنقولوا يعني الحمد لله، يعني ماشي شي حاله اللي تحتاج اننا نبارطاجيوها. ملي كتلقى سيد ولا سيده راه بدارو راه يعني مستقر، هذا كيبقى له المشكل ديال داك القوت اليومي ديالو ولا لا، راه الانسان غيتقاتل معاه. ولكن فاش شفت هاد السيد هذا، يعني حاشاكم الدبور ديالو كامل تنكل طابع عليه، والجنب ديالو حتى هو طابع عليه ومضروب في الظهر، وكل يعني السيد حاله يرثى لها. اقسم بالله العظيم الاخوان ما كذب عليكم، لا بسبب داك الفيديو اللي شفت. دابا مازال كنفكر انني غادي نحبس، حيت عارف هادشي اللي كنديرو زوين والحمد لله، واخا كنلقاو فيه شويه ديال كما كنقولوا كاينه التابعه وكاينين قلال الاصل اللي كيحاربوا الخير. ولكن الحمد لله اكثر من 95% ديال الناس اللي كيتبعونا كلهم ولاد الناس وبنات الناس، واللي كيشجعونا وكيدعيو معانا وكيبغيونا نستمروا. ولكن اقسم بالله اخواني الا حسيت براسي مرض، حسيت بالصحه ديالي غادا كترجع للور. علاش؟ حيت انا من داك الناس اللي ما كيديروش الخدمه مثلا كخدمه، وفاش كيخرجوا منها صافي كيعيشوا حياتهم الخاصه. يعني انا كنبقى داير بالي مع الحاله وعايش مع ديك الحاله، خصوصا انهم كيتبارطاجيو معايا بزاف ديال الحالات. واحد الدري عاوتاني اخر اللي راه ما يعني مليوح في واحد الخربه، لحني الله يرحم، يديه ميتين عليه، رجلين ميتين عليه. ولكن للاسف الشديد ملي كتوجه للسلطات المعنيه واللي كتكون قريبه للحاله باش انهم يتدخلوا ويقلبوا لداك السيد ولا ديك السيده على شي خيريه او لا شي حد اللي يتكلف به، كيقول لك واخا مرحبا، ومن ديك مرحبا ما كتوليش تعاود تشوفو. وحتى هاد الحاله ان شاء الله يعني الا ما تفاعلوش معها الناس اللي مشينا عندهم ووصلنا لهم الحاله، راه انا مأكد مليون في المية غادي نبارطاجيه معكم حتى هي. ولكن اقسم بالله العظيم الاخوان الا راني مازال دابا كنفكر انني تقدر نحبس، حيت انا حسيت براسي مرضت، النفسيه ديالي تحطمات، وليت كنشوف شي حوايج اللي قصحوني بزاف في الخاطر ديالي. وكنخاف هاد الشيء هذا اللي يرجع عليا تي انا بشي حاجه يعني اللي خايبه في الصحه ديالي ولا في النفسيه ديالي، يعني ونكون تي انا عرضه لواحد المشكل اللي ما عرفتش واش غادي نلقى اللي يوقف معايا فيه او لا. هذا علاش الاخوه الا جا شي نهار ولقيتوني حبست ما تلومونيش، ما تقولوش انه يعني راه كاين شي حاجه اللي حبساتو. راه الحاجه الوحيده هي انني غادي نكون عييت. اقسم بالله يوميا يعني كيوصلونا واحد العدد كبير ديال الرسائل، عدد كبير ديال الناس اللي محتاجين المساعده. والمشكله هو انه كاينين الناس كما قلت لكم بحال هكا اللي كيصيفطوا لنا فيديوهات وصور اللي والله العظيم كون يشوفهم شي واحد اقسم بالله ما غيقدر ياكل ولا يجيه الناس. وتينا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكنعتذروا منكم لاي حاجه شفتوها منا خايبه. اما بالنسبه للحاسدين والحاقدين كنقول لكم استمروا في الحسد والحقد ديالكم، راكم ما غتصوروا والو. وإلا حبسنا راه ماشي حيت نتوما حبستونا، ولكن حبسنا حيت ما قديناش نكملوا، وحيت قلبنا زوين ما كيتحملش انه يشوف خوتو كيضروا او لا كيضيعوا او لا كيعانيو شي معاناة معينة. والسلام عليكم.